الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أوجه رسالتي هذه للعالم كله وللبشر أجمعين. الإنسانية اليوم تعيش عيشة تعيسة، لا طمأنينة فيها ولا انشراح ولا صفاء ولا نقاء، وذلك كله بسبب إعراض الناس عن هداية الله وعدم الالتزام بأوامره. والله تبارك وتعالى يحذرنا من ذلك فيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما هي المعيشة الضنك؟ هي الشاقة القاسية الشديدة التي لا راحة فيها لأحد. هذا ما نعيشه في زماننا، ففي كل يوم قتل ودمار وبلاء وشقاء، كأننا نعيش في غابة لا شريعة فيها ولا قانون ولا إنسانية، ونحن نضحك ونلعب وكأن شيئا لم يحدث. لا والله، إنه عالم متوحش، كل ذلك بسبب البعد عن أوامر الله وما أنزله الله على رسله من شرائع وأحكام. والله جل ثناؤه يقول في كتاب العزيز: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي لولا كان من أهل الخير من ينهى عن الفساد والشر. دخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين زينب وهو فزع، وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث أي الشر. نسأل الله أن يردنا إلى دينه وكتابه ردا جميلا، وأن يهدي البشرية لتعود لأمر الله، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.